تعالى بقى اقول لك ال 30 يوم دول همشيهم في الاكل ازاي. ال 30 يوم بقى يتقسموا ازاي عند العبد لله؟ 15 يوم 15 يوم 15 يوم بعمل فيهم كلين بالك، بعمل اعاده هيكله كده للعضلات بتاعتي، عضلات شويه نزلت، في عضلات كده رخت، وبالعكس كمان ممكن احاول ان انا ازودها. وفي نفس الوقت فتره ال 15 يوم الاولانيين دول هشتغل عادي ان انا اخسر دهون، بس التارجت بتاعي مش خساره الدهون. طب ال 15 يوم التانيين ببدا ان انا افوكس 100% على خساره الدهون وتنزيل الميه. دي بقى اهم 15 يوم في التحضيره كلها. ال 15 يوم دول انا هقول لك عليهم بس مش المره، والله العظيم مهمين جدا. مدربين ال 15 يوم وال 10 ايام دول بالافات مؤلفه عندهم، فعلا فيهم شويه تريكس مهمه جدا. خلينا دلوقتي نتكلم على ال 15 يوم الاولانيين في التحضيره اللي انا ماشي عليهم. 2880 سعره، 170 جرام بروتين، 370 جرام كارب، و80 جرام دهون. وجبه الفطار اهم وجبه في اليوم عندك. وجبه الفطار وجبه مهمه جدا، سواء انت عايز تزيد او عايز تلوز فات. انت بتكون نايم 8 ساعات، بتكون كمان مش واكل قبليها، فانت بتبقى محتاج فعلا كميه كربوهيدرات وكميه بروتين مهمه جدا لعضلاتك. انا بالنسبه لي الكرياتين مهم جدا 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 في اي فتره. مش هقول لك محتاج بروتين، محتاج بي سي، محتاج امينو اسيدز، لا انا محتاج كرياتين. اما كميه البروتين انا قلت في الاول 4 بيضات، بدخل بصراحه 3. انا بدخل توتال كام؟ 200 ل 300 جرام صدور بس. خرطه القريش دي بصراحه بدخلها، ولكن كميه الكربوهيدرات بدخلها 100% من اللي انا كاتبه. هل انا كده مش هعمل تطور؟ اوعدك باذن الله انك هتشوف تطور في العضلات في فتره 15 يوم. طبعا كل واحد ليه دايت معين، مفيش حاجه اسمها انا همشي على الدايت اللي فرماوي قال عليه، ده بتاعنا. انا ممكن ادي واحد النظام دوت يخس بيه، ممكن اديه لحد تاني يزيد عليه. كل واحد ليه النظام الغذائي بتاعه على حسب الانبادي وعلى حسب نسبه العضلات ونسبه الدهون بتاعته. انتوا طلبتوا ان انتوا عايزين تعرفوا انا يومي هيمشي ازاي. شاي بقدونس والكرفس ده كويس جدا، سواء وانا بضخم سواء وانا بنشف، عشان انزل الميه اللي بقت بسم الله ما شاء الله. دلوقتي اشرب ما لا يقل عن 5 لتر في اليوم، حتى لو صايم بعد الصيام بشرب ما يقلش عن 5 لتر. التمرين بتاعي دلوقتي هقول لكم عليه في فيديو تاني ان شاء الله. باخد تشيت ميل ما بين كل 7 ايام، باخد وجبه محترمه. طبعا ده غلط، الموضوع ما فيهوش اي اسرار ولا اي حاجه، علم ربنا اداهوني فانا بديه لكم. انا بديكم الحاجات اللي انا ماشي عليها، وان شاء الله في ال 15 يوم التانيين هقول لكم برده على الحاجات المهمه والتريكس والتمارين. هقول لك انا هنا هتمرن قد ايه وبعمل كارديو قد ايه، وهنا هتمرن قد ايه واعمل كارديو قد ايه. فانتظرونا ان شاء الله هنشوف فورمه حلوه. يا رب تكونوا اتبسطتوا. باي باي.